بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديدة يا حبايبي. حبايبي متابعيني دايما مشرفين ومنورين في قناتي. يا رب ما تحرم من دعمكم لنا أبدا يا رب. تعالى النهارده بنشوف الغدا بتاعنا يا حبايبي. يا رب يديمنا عملنا واحتزام الزوال. بداية الأسبوع بناكل سمك مشوي. خلاص عدت الجمعة وعدت الأجازة، خلاص بقينا في يوم السبت جديد. النهاردة احنا موعودين كده كل أسبوع ناكل سمك في بدايته يا حبيبي. تعالى ما نعمل الجرانة الجميلة دي. ما شاء الله طعمها جميل جدا وسمكة حلوة ونظيفة. ما شاء الله. تعرف السمكة ان تلاقي السمكة مدورة كده ويعني عريضة كده مش رفيعة، لا وبترصف كده ولونها حلو. بعد كده هنعفرها بقى بالرده زي ما انتم شايفين اهو، اللي هو السن ده اللي بعمل لها الكفر عشان لما تتشوت يعني بصراحه بتبقى حمايه للفص بتاعها يا حبايبي الرده دي. فايدتها ان هي بتعمل زي كفر كده. بنولع الصاجه حلوه قوي قوي الفرنه لحد ما شاء الله ما تحمر خالص. بنرص السمك بتاعنا. مش بنفضل بقى يعني مشغلين نار كتير عاليه، لا احنا بقى يعني النار بتبتدي تهدى بقى في الوقت ده، لان ممكن السمكه تاخد لون وتكون لسه ما استوتش، بالذات اللي هو الجران ده يا حبايبي او البوري ده وسط اهو. يعني ممكن تاخد لون معاك بسرعه وتتشعوط وتلسع وتحس يعني اخده لون من بره بس لسه طري. فالجرانه بالذات لازم مشويه على نار هاديه. يعني شوفوا زي ما بتبتدي بقى تنزل كميه الدهون بتاعتها بقى بتبتدي تتحمر زي ما انتم شايفين كده. بتعمل الدخانه دي عشان خاطر ما تت... ايه ما... ت- انا مش بحب الجرانه بالذات لو اتحمرت قوي واتلسعت بتحس ان الفص بتاعها نشف والسوائل طلعت منه كده زي ما انتم شايفين. بشوي بصراحه يعني احب اشويها على نار هاديه كده، في الاول نار حاميه وبعد كده بهدي النار زي ما انتم شايفين. بعد ما بتطلع كده بحط طبقه ملح، عامله انا يعني برطمان كده بحط فيه كمون كزبره ناشفه، شطه ملح، وبرش رشه كده وبرص سمك وارجع ارش رشه واعصر ليمون فريش زي ما انتم شايفين كده. يعني مثلا رشه فوق كل دور سمك ومع الليمون وهي سخنه، اهم حاجه بس تكون طالعه سخنه زي ما انتم شايفين كده. ماشي. لو وصلت مع المقطع ده احط لكم كومنت حلو كده ولايك جميل يشجع الفيديوهات الحلوه دي الجميله دي عشان خاطر تشوفوها يعني بصراحه يعني تعجبكم تبقى عند حسن ظنكم النهارده. وحطوا لنا اللايكات الجميله والكومنتات الحلوه اللي تشجعنا عشان اعمل لحضراتكم فيديوهات. وتفاعلوا يا جماعه مع الفيديوهات عشان خاطري، عشان تعمل مشاهدات، عشان القناه محتاجه مشاهدات بصراحه يعني. ايه رايكم بقى؟ بقول لكم مرارا وتكرارا ان مش البق اللي بياكل، لا العين ما بتشوف الحاجه شكلها حلو بصراحه بتبقى يعني مبهجه كده. قبل ما بتاكلي بتشوفي شكلها حلو بتعجبك. فلازم نخلي الطبق بتاعنا جميل كده. وما تنسونا في اللايكات الجميله والكومنتات الحلوه. يا رب يديمكم نعمه في حياتي. اشوفكم دايما على خير. مع السلامه.